على الشعر. يعني حضرتك ممكن تكتبي شعر في اي حاله، يعني مثلا حاله رومانسيه، حاله وطنيه، اي حاله؟ بل انا لو قدرت اعمل ده يبقى انا فعلا اكون شاعر حقيقي. ده انا لو نجحت في ده، هو ده مضمون الشعر. ما ينفعش ان انا احط نفسي في قالب معين واقول انا بكتب شعر عاطفي، انا بكتب شعر ديني. مفيش الكلام ده. الشاعر الحقيقي حينما تتلبسه التجربه يكتب. يعني انا حتى شبهت الشاعر بانه رجل صعد الى القمر. تمام. نحن لم نرى القمر، يعني لكن حضرتك هو ممكن رآه. تكتبي في اي حاجه. هو رأى القمر فعمل ايه؟ مطالب انه ينزل يصف ما شاهده، ولكن بطريقة يصدقها المتلقي الذي لم يشاهد. وهو ده بقى التأثر الحقيقي. مظبوط. طيب ايه رأي حضرتك في الناس اللي مثلا خصصت نفسها في شعر رومانسي مثلا، اشعار وطنيه، بتصنفيهم بقى في رأيك شعراء ولا هواة ولا ايه؟ ما اقدرش اقول ان هو هاوي، وما اقدرش اقول ان هو يعني هو، لكن لماذا انت وضعت نفسك في قالب؟ لماذا قولبت نفسك؟ الشاعر لازم يبقى شامل لكل الظروف يعني. ما ينفعش ان انا يعني، ولذلك هنلاقي دلوقتي يعني بعض الناس ما هو يعني الا يعني يقف امام ديوان رائع، يعني ايه، يعجبه نزار قباني ويعجبه شعر المرأة والشعر العاطفي ويعجبه ان النساء تحب هذا النموذج، فتلاقيه بيكتب على هذا النموذج. ولكن مهما انت عملت لن تصل الى هذه الحالة التي كانت عند نزار، ولن تجد من الجمهور النسائي من تعجب بك كإعجابها بنزار قباني. فلذلك أنا لا أحب أنك تضع نفسك في قالب. كن أنت، كن تمام. أنت. تمام. طيب نرجع لشاعرنا أستاذ محمود. عايز أسأل حضرتك، بقى عليك حضرتك طقوس خاصة قبل ما تكتب أي ديوان أو أي شعر؟ طبعا أي شاعر أو أي كاتب لابد أن يكون له طقوس خاصة. زي إيه بقى؟ الأول، الشاعر لا يقول نويت أكتب قصيدة. هذا الذي يقول نويت أكتب قصيدة ينتج كلاما كأي كلام، ليس فيه إبداع ولا صورة ولا تأثر ولا صدق فني ولا تجربة. زي واحد يعني قصد حضرتك إن الحاجة بتفرض نفسها؟ الشعر ليس مقالا صحفيا، وليس يعني كلاما عابرا يكتب. لابد أولا أن يؤثر حدث أو فعل ما في ذات الشاعر. إذا أنا تأثرت بهذا أجد نفسي أردد بيني وبين نفسي بعض الكلمات. إذا وصل هذا الترديد إلى مرحلة الإقناع الأولى بالنسبة لي أنني أنتجت كلاما جيدا أو بدأت ببيت جيد أثر في أنا أولا، ربما ألجأ إلى الورقة والقلم، أو حتى ربما وأنا سايق عربيتي أركن على جنب ولازم يكون في جيبي ورقة وقلم أبدأ أكتب هذا الكلام. يعني هل بيبقى لازم يبقى الشاعر في حالة معينة عشان يبدأ يكتب شعر؟ ولا القلم الوضع بيفرض ألا ان انت يعني خلاص انا دلوقتي عايز اكتب في حاجة في مخي فلازم اكتبها؟ ما هو القلم والورقة لا يجب ألا يفارق جيب الشاعر أبدا. في الأول، في السنوات الأولى من كتابة الشعر كنا نحفظ، وكانت الذاكرة لم تمتلئ بمشكلات العمل ومشكلات الحياة، فكنا نحفظ. أما الآن فالحفظ صار صعبا جدا. لابد أن يكون معي ورقة وقلم. لو أنا في البيت وجاءتني قصيدة حتى لو في منتصف الليل، لا يمكن أن أستطيع النوم حتى يعني أفرغ من هذه القصيدة أو من جزء كبير منها. وربما الحالة تتلبس الشاعر أو تتلبسني أنا شخصيا في قصيدة واحدة ممكن تمتد معي شهور. يعني ممكن أبدأ قصيدة في شهر وبعدين تنتهي بعد 3 أو 4 أو 5 شهور، زي العباسة قدام حضرتك دي، ديوان العباسة ده. يعني هذه الفكرة تلبستني يمكن من 35 سنة وهي في ذاكرتي، أريد أن أكتب شيئا عنها، حتى جاءت سنة 2018 وبدأت كتبت فيها أول 4 5 سطور، واستمرت الحالة معي حوالي 6 أو 7 أو 8 شهور حتى صدرت العباسة. اللي بقصده أن لابد أن تسيطر الحالة على الشاعر لكي يكتب، وإلا بقى يبقى الشاعر بقى صنايعي، والصنعة في الشعر تفسده. طيب بخصوص ان حضرتك اتكلمت على الكتاب، ممكن تحكي لنا فكرة الكتاب ايه اصلا؟ فكرة الكتاب، العباسة هي أخت هارون الرشيد، وكانت شاعرة ومثقفة كبيرة. بعض الروايات تقول أنها أحبت جعفر البرمكي. جعفر البرمكي هذا كان وزير هارون الرشيد. فلكي تحضر جلسات هارون الرشيد